تمكنت دورية لشرطة النجدة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد من توقيف شخص ظهر في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوجه ألفاظا نابية لشرطية أثناء مزاولتها لمهامها ويحاول الاعتداء عليها في الشارع العام. وحسب المعطيات المتوفرة فإن الحادث وقع حوالي الساعة 5 صباحا عندما كانت الشرطية تؤدي واجبها، قبل أن يفاجئها المشتبه به الذي كان في حالة تخدير وحاول الاعتداء عليها، ولولا تدخل بعض المواطنين الذين حالوا دون ذلك. المصادر أكدت أن المعني بالأمر البالغ من العمر 46 سنة كان في حالة سكر متقدمة، وقام أيضا بمهاجمة عنصرين من الوقاية المدنية لفظيا وجسديا أثناء محاولتهما إسعافه، بل الأكثر من ذلك فقد أصيب المعني بالأمر بطعنات ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي لتلقي العلاج. المعطيات الأمنية أوضحت أن المعني بالأمر سبق أن تبادل العنف بالسلاح الأبيض مع شخص آخر، وهما معا من ذوي السوابق القضائية، وقد تم توقيف المشتبه فيه والشخص الآخر وإخضاعهما لإجراءات البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ملابسات هذه القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية خبرنا. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من الأخبار العاجلة والحصرية.